من كلمة الشاعر النشمي أبو شياخ الحزيف، أداء وصوت الذئبة اليمانية. يقول: شديت عزمي واعتليت جوادي، وذهبت منطلقا يسابقني الزمن، والشوق يغمر خاطري وفؤادي، شوق الغريب لأهله ثم الوطن، وعلى طريقي خلت فيه سوادي، فدنوت من ذاك السواد وما كمل، فرأيت أنثى ترقب الأولاد، وتركتها لكن قلبي مطمئن، ما إن رأتني قد حملت عتادي، صرخت بصوت فيه أنواع الحزن: عد أنت نحوي واستمع إنشادي، ما لي أراك تركتني بين العفن، لما سمعت الصوت عد يا شادي، أحسست قلبي كاد ينطقها علن، وأتيت أحمل في يميني زادي، وبكفي الأخرى سلاحي والكفن، شاهدتها جسدا بدون أيادي، مبتورة القدمين مجروح البدن، قالت بصوت الآه ضاق فؤادي، فأجبتها لبيك، ثم سألت عنه: ما لي أراك وحيدة في الوادي، ماذا وكيف وما لماذا أين من؟ قالت: ذرفت الدمع من أولادي، وأنا الذي ربيتهم، ومن احتضن أسكنتهم تحت ضلوع فؤادي، وفتحت قلبي والفؤاد لهم سكن، وسهرت ليلي ما هنيت رقادي، وهم الذي رضعوا من الأم اللبن، انظر لمن حولك فهم أولادي، قد ألبسوني كلهم ثوب الكفن، من كنت أحسبهم يدي وزنادي، كل بخنجره على ظهري طعن، سفكوا دمي وتعمدوا إبعادي، وبحقدهم قد أحرقوني بالفتن، وبجهلهم قد سببوا إفسادي، باعوا كرامتهم بأبخاس الثمن. فسألتها عن اسمها المعتاد، عفوا أجابتني: أنا اسمي اليمن. فصرخت: ماذا قد أصاب بلادي يا كاتب التاريخ، أنت المؤتمن، انحت على الصم الصخور مرادي، وعلى الجبين وكل أجزاء البدن، بدم كتبت حروفها ومدادي، قف ها هنا لنرى بأم العين من